منورين. منورين في حدث بيتعمل لاول مره حد من اعضاء الفريق يعدي عليه 5 سنوات كامله. فالاحتفال الاداري لمرور 5 سنوات متتاليه على احد اهم افراد اعضاء فريق رؤيه كمؤسسه رؤيه للخدمات التربويه، واللي بنيناها من سنه 2014 بشكل اداري، وبنيناها بشكل رسمي في حدائق الاهرام من سنه 2017. بعد الكلام ده فتره مش كتير انضمت لينا استاذه ايمان كمديره فرع، والحقيقه الجوب تايتل بتاع مدير الفرع كان برضه جديد واستحدثناه. كانت في اول شخص فينا نظمها حلو كانت الاستاذه ايمان. بعد وجود 5 سنين متتاليه مره ما كانوش اسهل حاجه على رؤيه، مرينا فيهم بظروف تقيله جدا، يعني حتى ما كانش الاداء سلس في 5 سنين. 5 سنين دول احنا مرينا بيهم بالكورونا، ومرينا بيهم بحادث حريق كبير جدا في المؤسسه ادى لحرق تلت المؤسسه. فعقبال ما تجاوزنا الامر وبنينا المؤسسه مره ثانيه ورجعنا اشتغلنا مره ثانيه. 5 سنين كان فيهم ضغط شديد بعضه فني له علاقه بحداثه الفكره الخاصه بمؤسسه رؤيه للخدمات التربويه، واللي بتجمع الدمج مع الاطفال النورمال للتعلم الحر. فقد ايه كنا بنحاول في غرز فكره جديده في السوق التربوي المصري، وفي نفس الوقت بنحاول نبني من اللحظه الاولى سيستم اداري دفعنا فيه كتير واحنا حرفيا كنا شايلينها. يعني كنا بندفع في حاجات كانت تبدو للمشاريع اللي شبهنا رفاهيات. يعني ليه تدفعي في ترخيص؟ ليه تدفعي في ضبط ملفات؟ ليه تدفعي لحد يظبط لك الشغل الاداري ولا الشغل المالي ولا مش عارف ايه؟ علشان من الاول انا مؤمنه في حياتي وبعد ما ماتي ان شاء الله اللي هيكمل بعدي في الامر يكمل سيستم لكيان كبير وضخم جدا، بغض النظر انه لما بدا بشقه 50 متر في الهرم، ولما كبرنا شويه كبرنا في فيلا ايجار دورين بندفع ايجارها ودورين حدائق الاهرام. بغض النظر عن البدايات الصعبه، لكن كنت مصره ان احنا نبدا ونشوط ونخوض التجربه بكل اسف. فانا سعيده بالتجربه دي النهارده، واللي بعد من 2017 لغايه النهارده يعني احنا بنتكلم في اكتر من 6 سنين اهو. احنا كده خلاص بدايه ال7 سنين في حدائق الاهرام بس. قدرنا نحقق اسم ونعمل براند خاص بينا ونحقق سيستم واضح ومحدد رغم الازمات. كفاءات تروح، كفاءات تيجي، فلوس تقل، فلوس تكتر، الا ان احنا مستمرين. وعامل الاستمراريه هو من اقوى العوامل الاداريه في اي مكان وفي اي بزنس. وعامل الاستمراريه على غير ما انا كنت معتقده وانا صغيره شويه. كنت زمان وانا صغيره بقول لا الادميه دي اكذوبه وكلام قديم وناس اتربت على الادميه والاقوى منها هي الكفاءه. والحقيقه ده برضه حدثت سن. انا اكتشفت ان الادميه ليها سلطه وليها يد، مش بقارنها بالكفاءه. خليك كفء واشتغل على نفسك وخليك منتج، لكن ما ينفعش اقول كل ذا اقدميه هو ما عندوش خبره. ده كلام حقيقي. الاقدميه يعني سنين كتير، يعني خبره كتير، يعني مواقف مش اول مره يحصل، يعني مشاكل حصلت علينا قبل كده، فاتخضينا قبل كده، فاتصرفنا قبل كده، فقعدنا قبل كده وقلنا كان المفروض نعمل كذا، ولو كذا ولو حصل كذا كنا عملنا ده. طبعا ايمان فاكره في الاحداث دي انا بحكي، وايمان فاكره ده صولات يعني. تمام. الادميه يعني خبره، والخبره ليها ثمن. الادميه ما تجيش نقول واحد قديم ولا واحد كفاءه، دي مقارنه ساذجه. لكن الادميه ليها ثقه وليها وضع وليها خبرات، وفعلا بتنتقل الناس، بتخلينا نعرف الناس، بتخلينا نشوف اخرهم، بتخلينا فاهمين دي اساءه تصرف ولا اساءه ادب. يعني بتخلينا نفهم اللي عمله ده فلان ده هبت منه وده بتحصل وبنرجعهم تاني عادي وبنقبل ده، ولا اساءه خلق، في حاجه غلط او ما عندوش ضمير او في مشكله. تمام. على مدار ال5 سنين اللي كانت فيهم ايمان موجوده وعلى يدها بفضل الله رغم كل الازمات ما خصمناش جنيه من بني ادم واحد اشتغل من المكان ده بغير واقع حق. مفيش بني ادم اشتغل ساعه زمن، مش هقول يوم، وما اديناهوش اجر. حتى المختلفين معاهم، حتى اللي احنا عندنا مشاكل معاهم، حتى اللي خارجين بمشكله وباساءه وقله ادب واخلاق منيله، ومثلا حد اساء لاولادي، حد بهدل مش عارفه وهي خارجه عملت ايه. اللي فيكم قديم فاكر كويس الموقف دي، والله لاخر جنيه، لدرجه في واحده فيهم كانت عامله مصيبه وهي حد مش
كويس يعني. كانت عامله مصيبه واستغربت قوي وكانت فاكراها ترب، وان احنا بنكلمها بنقول لها ليكي اجر ال10 ايام اللي كانوا قبل، فاللي هو فاهمه ان فيهم ترب يعني، لدرجه انها خايفه تيجي. قلنا لها خلاص ابعتي رقم فودافون خدي. يعني هي حاسه ان في قله، لان هي مش معتاده على الاداء ده من الخلق. وبفضل الله خلال السنين لا كان حق بني ادم في جنيه، متفقين معاه او مختلفين، ولا اسأنا الطفل عن عمد، ولا تجاوزنا في حقه، ولا توقفنا مره عن الاعتذار عن الخطا لما بيخطئ. ودي اهم مزايا ايمان. ايمان على مدى ال5 سنين غير ان هي ذات خلق وعندها دسامه خلق عاليه جدا، دماسه خلق عاليه جدا جدا. ايمان حد خلوق فعلا، حد قلبه على المكان فعلا، حد ايه ده في حريقه بلاقيها واقفه قدامي هي وجوزها وعيالها، ويعني بلاقيها قدامي، مش بقول لها تعالي ولا ما تجيش. انا ما اعرفش مين اللي قالها اصلا، مين جه كده. واقفين في حريقه، واقفين في مشكله، واقفين في حصل ازمه، في حصل حاجه. ايمان حد موجود، حد بيتعلم باستمرار، ودي اهم مزايا ايمان. واللي حقيقي بفضل الميزه دي ايمان موجوده معاهم، وان هي حد بتعمل على المستوى الشخصي، مش بس انها تتعلم، يعني مش بس تروح تاخد كورسات، او ايه ده كورس فلاني ما اعرفوش هدخله، ايه ده الكورس ده عملتيه المره 15 ليه انا ما حضرتوش الا 13 مره، يعني مش بس كده. لكن ايمان حتى على مستوى العلم، وده اللي خلاني افهم ان العلم عندها اصلا مش موضه. على فويس قلته رحت مفرغاه، ايه ده بصي الكتاب الفلاني ده انا لقيت فيه كذا، استني لما الخصه. لا بصي الاستماره الفلانيه لقيتها في الكتاب الموجود على مكتبك فلقيت كذا، فانا حطيته، ايه رايك نديه للناس يعملوا بيه خطه كذا، او نحطه لخطه فلان، ايه رايك فلان بقى نعمل له كذا، مامة فلان كان عندها مشكله كذا، طب ايه رايك نعمل ايه؟ فهي حد بيتعلم، فمهما عملت بحس ان انا قدام شخص فعلا العلم هو ما بيفتعلوش، هو فعلا حريص على العلم. فايمان شخص حريص على التعلم، مع وجود الخلق والاستمراريه. الاستمراريه عامل قوي، مش عامل هزلي، مش عامل اضافي، مش عامل من الكماليات، عامل قوي. قله الغياب وعدم التاخير، كل دي عوامل مش بنعملها للغلاس على الناس، على الرغم ان الوسط النسائي كله في العمل احنا عندنا ظروفنا كتير، يعني خطوبه، جواز، حمل، ولاده، جوزي قال لي ابني عيان، فلو عندك طفلين 3 لو اي حد فيهم عيل وبتاخدي اجازه. الموضوع فعلا في المجتمع النسائي اصلا اعذاره كتير، لكن رغم كده احنا برضه في الشغل التربوي ناس المفروض يبقى عندنا استمراريه وعندنا ثبات وعندنا قوه كده بتيجي ان انا ببقى مطمنه بوجود شمس، حتى لو افترضنا ده دلالة ان الشمس اساسا التصرف. ليه؟ لان اساسا التصرف مردود، يعني طبعا ده فرض ان الشمس حد جميل مردوده، يعني حصل خدت كذا. ايمان لغايه النهارده تعالي يا ايمان احد بقى النوادر قري لي الرقم ده كده، فراحت الرقم ان احنا عملنا زياده مكافاه 200 جنيه لاحد الافراد، تمام. فاللي هو ايه، تعالي يا ايمان معلش راجعي لي الرقم ده كده، فهي جنبي وتبص فتقول لي بقول لها هو ده ايه ده؟ او اسمه ايه ده؟ هتلاقي اسمه هبل، اسمه هبل. اللي هو ايه بصراحه. فهو بالمثل بقى ايمان من الاشخاص اللي حتى لو هي بتسمع عنه ما بتخجلش تقوله، ما بتخجلش توصفه. ده حقيقي لما بيتوظف في فريق عمل بيبقى فريق عمل راقي ومحترم. يعني دي كان في خلاف قريب على الجروب، يا فلانه انت ليه قلتي قدام الدكتور على اساس ان انا موجوده على الجروب يعني ان انا ما خلصتش كذا. يا جماعه انا عمري اكيد ما ببصش كده، يعني اكيد انا مش هعمل كده، واكيد عمري ما هفهم كلام واحده فيكم على انها نفسنا حد، يعني احنا اكبر من كده. انا والله ما فهمت الكلام الا فعلا ان ده الناس ليها حق في كذا فخدوا بالكم. يعني انا فهمت المسج اللي في الرساله فعلا، ما فهمتش اي حاجه اصل ان الدكتور تفتكر ان انا ما عملتش يبقى انا ما فيش الكلام ده عندي اصلا. فلا انا حسيته وما بتحكي لي كده، ولا انا شفته كده، ولا انا قلت ازاي شمس ما عملتش، ولا ازاي هبه تقول، ولا الكلام ده، ولا انا فيا الكلام ده. واعتقد انتوا عشرتوني سنين برضه فاهمين كويس ان احنا ما عندناش الكلام ده، لا عندنا بنرمي ودانا لحد، ولا احنا وسط نمام، ولا احنا لينا في القيل والقال، ولا لينا في نفسنة الستات، ولا لينا دي غمزت لي ودي بصت لي. كل واحده فيكم على راسها ايمان، وانا كمان ايمان. ليه عندك جوب ديسكريبشن بتقييم ولا ما عنديش؟ بنبص عليه وبنعمله ولا لا؟ الجوب ديسكريبشن بتاعنا مختلف انا وايمان، وبنراجعه باستمرار ان حد فينا دخل في شغل التاني. يا ايمان انا حاسه ان انا بقيت بعمل شغلك اكتر، فده مش شكوى في ايمان ولا اعتراض عليها، ده حاجه بنعمل ايه؟ يلا اعاده تصحيح مسار. معنى كده لا انت اكتر اصلا انت تنفيذي اكتر وانا ابداعي اكتر.
لما انت بتركزي في ابداعك ينتج عنه ان التنفيذ بيقع، ولو انا بركز في تنفيذ زياده انا ما ببدعش بجد، او ما بديش افكار، او ما بعملش حاجات جديده، او ما بعملش شغل جديد على الصفحه وهكذا. فاذا الجوب ديسكريبشن واضح لكل فرد وصولا من عندي، وصولا لي على راسي العاملات زي طنط جنات ومسؤوله. تمام؟ فكل دي جوب ديسكريبشن واضح، الكل بيقيم بشكل حيادي بحت، يقيم على شكل اداري التزامك واستمراريتك وطبقتك في المكان وادائك في المكان، وبيتقيم على شكل فني مهاراتك وتعلمك وادائك في التعامل مع اولاد الناس وخدمه اولاد الناس. تمام؟ فده بالدرجات، نسبه الراي الشخصي فيها 10 درجات من 100، يعني احنا لا نتعدى 10% من التقييم الشخصي، وربنا العالم ان بعد سنين من الخبره احنا ما بقيناش ابدا بنودي ال10 درجات بتوعنا بشكل شخصي. وياما عدت علينا ناس فلانه مش طايقاها، يعني بصي البنت دي اتمه انا ما بحبهاش، ايه اتمه دي في الشغل؟ يعني احنا ما عندناش اتمه في الشغل، احنا ممكن نهزر على مستوى البنات كده مع بعض، لكن احنا ما عندناش تقييم اسمه اتمه في الشغل. اتمه هي كويس، لكن شغلها كويس، لكن ملتزمه، راجع بقى الخطوات، الالتزام، الحضور، الكفاءه، التعلم، لما واجهتيها في الخطا عملت ايه، لما حصل كذا عملت ايه، وهكذا. تمام؟ فالتقييمكم بيبقى بشكل حياتي. ليكم عندنا حقوق اساسيه لا يمس تحت اي حال من الاحوال. اولا حقوقكم الماديه، كل اللي ليه جنيه ياخده. ما فيش مره اجي اكون متفقه معاكي ان انت راتبه جنيه وتيجي وقت القبض تلاقي جنيه الا ربع، ولا ليها اي اعذار من اي نوع، واخده جنيه يبقى هو الجنيه. فشهرك 30 يوم ويومك 8 ساعات، وحسبه واضحه جدا لا يختلف عليها اي اثنين مهما حصل، مهما كانوا بيتكلموا جريجي حتى. تمام؟ ليكم حق علينا ان احنا نحسن معاملتكم، لا ما في مجال حد يشخط في حد. تمام؟ ولا انا ولا ايمان ولا اي شخص، ولا التلفظ باي لفظ، ولا حتى من قبيل الهزار او المزاح. يعني احد الناس اعتقد القدام فيكم عارفين، وانا عارفه كويس نيه ايمان، وايمان 10 سنين وعلى راسي، وانا دخلت بيتها ودخلت بيتي وبيننا حاجات كتير. وقت الجد جت واحده قالت لي استاذه ايمان في الخلاف، قالت خير. قلت لها من غير بقى كلام كتير، ايه ده ايمان؟ ايه ده؟ مفيش الكلام ده. قلت لها وانت شايفه كلمه خير بره دي انت شايفاها عينيا هنا؟ قالت لي تعتذر. ولا سالتها ايه اللي حصل ولا ايه اللي جرى ولا ليه ايمان قالت لك كده ولا الكلام ده. ايمان انت قلتي لمس فلانه، طبعا ده الكلام واضح، انا بتكلم بجد، مس فلانه اطلعي بره. فحتى كان واقفه واحده من الفريق فبتقولي بسم الله كلها طول النهار بتقول لها طبعا اساسا يعني لازمه في لسان ايمان. تمام؟ وان هي ما تقصدش بيها حاجه، ودي لازمه في لسانها، يعني لو انت خلصتي حاجه كده لا اطلعي بره. فبتقول كده في المكتب يعني، ولو لازمه تقصدي ما تقصديش. حصل ايه ساعتها؟ اتفضلي تعتذري للاستاذه رشا، وليها حق ان انت ترفضي او توافقي. تمام؟ ورشا موجوده على الجروب، يعني تقدروا ترجعوا لها. لدرجه انا فعلا رجعت رشا قابلتي الاعتذار، الموضوع خلصان. لا انا قلت اصل ايمان كبيره، ولا انا فلانه يا ايمان حصل كذا واعتذر. انا ماليش ان انا اعلي صوتي على حد، ماليش ان انا اغلط في حد، وده احد حقوق الاساسيه لاعضاء الفرقه. حقوقه الماديه، حقوقه المعنويه، التقدير. وده اللي موجود عندنا عشان النهارده. التقدير شقين، مادي ومعنوي. والحقيقه اللي فيكم بيكمل سنه او اكتر، يعني سنه 2 3 4 5 وهكذا، ليه كل سنه تقدير مادي ومعنوي. وطبعا كل ما يزيد السنين كل ما بنزود شويه في التقدير وخصوصا المعنوي والمادي الحقيقه. فيعني دعونا تقروا على استاذه ايمان. تمام؟ دعونا نقروا على ميس ايمان، عشان ميس ايمان الزياده السنويه النهارده هي ما شهدتهاش، لان هي ما شهدتش القدر ده من الزياده. احنا برضو جوه اللائحه في جزء للزياده السنويه رسمي، نسب رسميه، لكن هي تقديريه. فبتلعب مثلا من كام في الميه لكام في الميه. لا استاذه ايمان هتاخد الحد الاقصى بتاع الزياده السنويه، فده احد الاشياء. استاذه ايمان وفقا للمعايير هي من اكثر العاملين اللي عدوا علينا على مستوى المظهر العام، البشاشه، حسن الخلق، كياسه التعامل مع اولياء الامور، التعامل بالحرص على مصلحه اولاد الناس بدقه عاليه جدا جدا جدا. هي شخص بيتعلم باستمرار، واداؤه في التعلم فوق الممتاز. فهي على مستوى معايير كتير. طبعا كمان لا وحده، وهي مصرياني ما هوش مستوارات اثناء الكلمه. فانا مش هقول اي حاجه خالص، ما تخافيش يا مس ايمان، مش هقول على كل الفلوس اللي بتدفعيها بره ودايما بتدفع يعني علينا، دايما يعني لينا. انا اسفه انا بقول ان انا كتير اول ما جيت قالت لي خلي لو لينا او علينا، لا خلي لينا فلوس عند الناس احسن ما يكون علينا. هي ماشيه بالمبدا ده، ماشيه يعني
اللي هو ايه ليه يا حبيبتي ده كده زياده كذا؟ ها؟ انا مش كده يعني، ما مش هقول، انا مش هقول يا سليمان انا مش هقول خالص خالص. وطبعا سليمان بقى خارج النطاق المهني ليها افضل بقى، مكرونه بالسجق بتعمل، رز بلبن بتوزع، فته في العيد الكبير بنعمل ديش بارتي هنا وبنعمل فته مع ناس ايمان بتتولى. يعني الحقيقه لنا ايمان ليها افضال كتير. عندنا كشك عم احمد فوق، ده كشك صغير كده ايمان فاتحاه في المكتب، بتجيب فيه حلويات وشوكولاتات وحاجات، فيعني ليها افضال كتير الحقيقه من الناس اللي تستحق التكليف. فهي اعتقد دي اجمل نهايه. فالنهارده بنكرم استاذه ايمان بشكل رسمي عن مرور 5 سنوات ما شاء الله.